التعليق من وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد الحلقة بتاعة إسعاد يونس من صاحبة السعادة. قال كلام غير متوقع بالمرة. تعالوا نسمعه بالصوت والصورة. يا ترى كان مؤيد لكلام أخته ولا انتقدها كالعادة إن هما ما بينهم خلاف، وإنه أكتر واحد قال لها بلاش أحمد العوضي. وكلنا فاكرين وائل عبد العزيز كان بيعمل إيه أيام ما هي كانت تعبانة، وقال إيه إن هي فعلا ما كانتش عايزة أحمد العوضي لأنه تخلى عنها أثناء مرضها. لكن بعد حلقة إسعاد يونس واللي قالته كمان ياسمين عبد العزيز، ويعني الكلام المؤثر إنها لسه بتحبه وإن هي لا بتعشقه، خلينا نكون واضحين، خلى ناس كتير تتكلم. انتوا الاتنين بتحبوا بعض، ايه المشكلة ترجعوا؟ تعالوا بقى نقول لكم وائل عبد العزيز أخوها قال ايه. سمعنا ياسمين في الحلقة قالت ان هي من يوم ما يعني كبرت وهي بتصرف على امها وعلى اخواتها وعلى نفسها، وانها كانت شايلة المسؤولية وعمر ما حد صرف عليها، وده بسبب انها كان نفسها تكون حاجة في يوم من الايام. الكلام ده معلقش عليه تماما اخوها، وعادي خالص، هي شايلة المسؤولية وست ب100 راجل يعني. لكن اللي وائل عبد العزيز قال ايه؟ وائل عبد العزيز اتكلم عن فترة مرض ياسمين، وان احمد العوضي ما راح لهاش مش علشان موضوع فيزا او معرفش الحاجات اللي ياسمين قالتها عن سبب ان هو يروح معاها، يعني لا، قال مش هو ده السبب ولا حاجة. احمد ناس كتير قالوا له انت رايح تعمل ايه؟ ما خلاص، ما هي ولا هتنجب ولا هيبقى عندك اولاد، وهي هتضطر تشيل الرحم، فبالتالي انت هتحتاجها في ايه؟ انت المفروض تكون اب. دي واحدة عندها ولد وبنت وربنا رزقها انها اتجوزت وهي صغيرة علشان يحصل الانجاب. وعلق عيب قوي لما تبقي كده وتطلعي تتكلمي وتقولي انا لسه بحبه، انا لسه بعشقه، كل الكلام ده عيب. لما تكونوا عايزين تتكلموا في كلام زي ده عادي، يدخل البيت من بابه مرة تانية ويقول انه محتاجك وعايزك، لكن ما تطلعيش في حين انك نجمة ومشهورة تطلعي تشهري بينا كلنا وبعيالك. عيب قوي اللي انتي عملتيه ده. وائل عبد العزيز انتقد اخته، وكمان قال ان السبب الرئيسي لبعد احمد العوضي فعلا مش الخيانة، ولكن هو موضوع الانجاب، موضوع ان احمد من حقه يكون اب، وده مش باصرار من احمد فقط ولكن من كل اللي حواليه، بدليل ان ياسمين عملت استخارة وراحت عملت عمره ولسه بتعشقه، وهو كمان محبش ست قبلها. مش هيقدروا يرجعوا لبعض مرة تانية بسبب انها خلاص العلاقة ما بينهم بقت مستحيلة بسبب موضوع الانجاب، ان هو حقه يكون اب وخلاص. عملت المحاولة اللي المفروض تعملها، انها بتروح تعمل عملية بتزيل التكيسات وبعد كده بتحمل على طول، وده اللي ياسمين دايما بتعمله في كل ابنائها اللي قبل كده. دلوقتي حصل مشكلتها وفي عمليتها الاخيرة ان حصل مشكلة في الرحم، وده السبب ان مش هيحصل انجاب مرة تانية. ومن الوقت ده وهم ولا كويسين ولا حلوين مع بعض، طول الوقت كانوا في خلافات طول الوقت، وناس كتيرة مقربة منهم كانوا بيبعدوهم عن بعض. قولوا رأيكم في تعليقات شقيق ياسمين عبد العزيز وائل عبد العزيز.